رحيم بجد، ربنا رحمك وكرمك. انتوا متخيلين يا جماعه ان هي مصوراه وهو بيحتضر؟ متخيلين حد عنده حد مريض في الوضع ده وماسك كاميرا التليفون ورايق يصور حد بالمنظر ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ربنا يديكي على قد نيتك وضميرك، وربنا يقعد لك كل اللي عملتيه فيه. طب انت كنتي بتصوري علشان العلاج ومش لاقيين علاج والناس تعالجه، طب هو بيحتضر دلوقتي، بتصوري ليه؟ عايزه تستعطفي في ايه؟ عايزه تلمي فلوس عليه ليه؟ خلاص اخر دقايق بيقضيها يا جماعه. العين ميته، العين ماتت خلاص. يعني هي العين خلاص، لو حد جه دكتور عيون يفحص هيلاقي ان خلاص العين ماتت والحاله بتحتضر. خلاص اخر دقايق للحاله، نفس خارج ونفس داخل. ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ دماغك كانت رايقه بتمسكي تليفون اصلا؟ ده الواحد بيكون منهار. احنا انت ايه؟ انت معجونه من ايه؟ معجونه من ايه بالظبط؟ انت ايه حكايتك؟ احنا غلبنا فيكي وفي تحليل. مفيش اي احترام للوضع اللي هو فيه ده، مفيش اي احترام لسكرات الموت، مفيش احترام لسكرات الموت. ما عندكيش احترام لده خالص. من امتى سكرات الموت بتتصور؟ من امتى؟ من امتى ما كنا بقى دخلنا التراب وعرفنا بقى الناس اللي بتموت دي بتتحاسب ازاي وبيتعمل فيها ايه وبيحصل لها ايه؟ انت ايه يا بنتي؟ انت ايه يا بنتي؟ انت تخطيتي كل الحدود. انت ايه بالظبط؟ انت لازم تتحاسبي، انت حقيقي لازم تتحاسبي. انت دمرتي اعصابنا كلنا، انت ضغطتي على اعصابنا كلنا، انت عامله حاله استفزاز للشعب كله. يخرب بيتك مرحبا. خلاص يا جماعه، هنيجي بقى بعديها يعني يوم 10/4، يوم 10/4 الاستاذه طلعت، بس هي مسحت الفيديو لما لقيتني بتكلم وبقول اليوم ده هو مات فيه، كان ميت. هتشوفوا دلوقتي اللي انا بقول عليه ان هو كان ميت بالفعل وهي صورته. ثانيه واحده، هو ده. بصوا يا جماعه، شايفين يا جماعه عامله البطانيه ازاي؟ شايفين البطانيه معموله ازاي؟ شايفين الاكسجين متشال ازاي؟ مفيش اي خراطيم باينه. هي مش بتدفيه اكيد، هي مداريه ان هم شالوا الخراطيم عشان ما تقولش، تبين للناس انه لسه ما ماتش، بس هو في الوقت ده كان ميت عشان تاخد وقتها.